ازيكم يا بنات؟ هنعمل مع بعض برجر فراخ وهنعمل ناجتس فراخ بطريقة جميلة وحلوة. يلا نشوف المنيو مع بعض. معايا سدة فرخة وكمان مفرومة طبعا، ومعايا 2 من البطاطس مهروسة، 2 من البصل مبشور، بيضة، فلفل اسود وملح، وكمان توابل حار وجنزبيل، توم باودر، بصل باودر، وحبهان، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من البصمات. تمام، بس كده. هنجيب بقى بولة فاضية، هننزل بالبطاطس وكمان بالبصل والتوابل والنشا والبصمات. طبعا المكونات دي كلها بنقلبها كويس جدا. مش حابة تضيفي بصل عادي حطي بيض وبطاطس، مش حابة تحطي بيض حطي بطاطس وبصل، يعني اختيارات ايه اللي المتاحة عندك. تمام، هننزل بالملح وهننزل بكل الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو. تمام كده حلوين. طبعا قبل ما احط طبعا الفراخ بتاعتنا، ولو مش حباها سبايسي عادي ممكن تعمليها بارد، مفيش اي مشكلة. ده كل التوابل اللي احنا قلناها، واهم حاجة التوابل عشان هو اللي بيديكي طعم حلو، بيديكي تيست جميل جدا. زي ما انتوا شايفين، لو عندك اطفال مش بياكلوا البيض هيبقى في الفراخ مش ببان فيه. عندك اطفال مش بيحبوا البطاطس في البرجر مش هيعرفوا اللي فيها بطاطس. يعني في اختيارات كتير جدا. تمام، قلبت كل المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، التتبيله دي خطيره جدا. بعد كده نزلت بالفراخ، هتبلها كلها ايه، اقلب كل المكونات دي كلها مع بعض تشرب من التتبيله، وبعد كده بحطها في التلاجة نص ساعه تشرب. تمام، بعد كده جبنا الكورن فليكس زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى البرجر، مكبس البرجر. مش عندك ممكن غطا برطمان وكيس بلاستيك تعمليه زي الفل. هكور كوره كده من الجزء اللي احنا عملناه، افرده كويس واحط عليها من الجبنه الموتزاريلا. لو مش عندك جبنه موتزاريلا عادي جدا ممكن تعمليها ساده، مفيش اي مشكله زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بعد كده احطها على كورن فليكس، يعني البرجر مش هحطه في حليب ولا اي حاجه. على كورن فليكس عادي مفيش اي مشكله. لو عايزه تعمليها باللبن عادي مفيش اي مشكله. يعني في اختيارات، بس اللي انا عملته كده طلع جميل جدا، طعمه تحفه. زي ما انتوا شايفين كده. اكبسها كويس واغلفها كويس بالكورن فليكس بتاعي. بس انا هعمل الناجتس باللبن، هعمل باللبن وهعمله من غير لبن. يعني ايه، هعمل كل ايه الحركتين يعني مع بعض. بعد كده ايه الباقي الخليط، جبت بقى صاج، فردت بقى كيس تلاجة مسحته بمسحة زيت بسيطة جدا عشان ايه لو بتلزق معاكي الزيت بسهولة بيعمل. تمام، بفرده، عايزاه سمك يعني ولا رفيع ولا تخين زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده ابدا ايه اعمله بالسكينه بتاعتنا كده. بفرد كويس، عايزاه سمك ولا رفيع ولا تخين. معايا سكينه حاميه وابدا احدد السمك اللي انا عايزاه. بس اهم حاجه عايزينه مربع كده، سمكه حلو. تمام، وبس كمان اهم حاجه لازم يتحط في الفريزر تتشمع عشان تعرفي. بعد كده ببدأ بقى ايه افرده واقطعه زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجة يبقى سمكه مش رفيع ولا تخين. تمام، واهم حاجة الخطوة دي بنحطها في الفريزر عشان نعرف نشيلها واحنا بنعملها في الكفر بتاعنا والحليب. بعد كده بقى ايه هعمل 2 كده قدامكم من غير حليب، وبعد كده هعمل بالحليب. يعني هوريكم دوت وهوريكم دوت. تمام، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. طبعا المعلقه او الحاجه اللي انت بتشيلي بيها مسحه بسيطه جدا من الزيت، مش تكتري ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، واغلفها بالكفر بتاعنا ال بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا احطها في الطبق بتاعي واعمل بالحليب. يعني انا اوريك كده من غير حليب واعمل بالحليب، يعني ايه مرتين. جبت دي وجبت دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام،
بس كده يا حبايبي. بعد كده بعمل كل كمية الناجتس والبرجر. انا عملت 2 من البرجر، وبعد كده عشان كنت عايزة برجر، انا حابة البرجر. بس كده حطيتها في الفريزر، وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، عمل لي كمية حلوة وجميلة تعمليها في رمضان. تحطها في علب بلاستيك وتستخدميها في اي وقت انت حباه. وطبعا كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. وشايفين بسم الله ما شاء الله جميل جدا، ويعني مش كلف معايا حاجة، وكمان نضيف وضامنينه في البيت احسن من بنشتريه من بره. اشوفكم على خير وفاصلة جديدة. باي باي.